الحياة مليئة بالمفارقات. من أكثر المشاعر قسوة على الإنسان أن يجد نفسه أخيراً في المكان الصحيح، في اللحظة التي لم يعد يملك فيها القوة ليعطي. تلك المفارقة تحدث حين يتم استنزافك بالكامل في الأماكن الخطأ، مع الأشخاص الخطأ، وفي الأوقات الخطأ. حتى إذا جاءتك الفرصة التي طالما تمنيتها، تجد نفسك مرهق النفس، خالي الوفاض من الطاقة والعطاء. البدايات دائما تكون مليئة بالحماس في بداية أي رحلة، سواء كانت علاقة، عمل، صداقة، أو حتى مشروع شخصي. ندخل بكل شغفنا، بكل طاقتنا، نمنح بسخاء من وقتنا، اهتمامنا، مشاعرنا، أفكارنا، وحتى من روحنا. لا نبخل بشيء طالما نشعر أن ما نقدمه له قيمة، وأن من أمامنا يقدر ما نعطيه. ولكن المشكلة تبدأ حين يكون هذا العطاء في غير موضعه. أحيانا نخدع في الأشخاص فيظنون أن سخاءنا ضعف، أو يعتبرون حبنا لهم واجبا دائما، أو يعتقدون أن اهتمامنا أمر مسلم به لا يستحق الامتنان. وأحيانا نخدع في أماكن العمل، فنجد أنفسنا نعطي فوق طاقتنا في بيئات لا تقدر الجهد ولا ترد الجميل. وهكذا شيئا فشيئا يبدأ الاستنزاف. الاستنزاف لا يحدث فجأة، بل يتسلل إلينا في صمت. تبدأ أولى علاماته بالشعور بالإرهاق النفسي المستمر، ثم فقدان الشغف، ثم شعور خفيف بالظلم. لكننا نستمر رغم كل شيء، بدافع الأمل، بدافع الخوف من الفشل، أو بدافع تعلقنا بمن أو ما نعطيه. نقنع أنفسنا أن هذا طبيعي، أن علينا أن نصبر قليلا، أن القادم سيكون أفضل. لكن الحقيقة المؤلمة أن البعض لا يقدر، والبعض لا يتغير، وأنك حين تفرط في العطاء في غير موضعه تدفع أنت وحدك الثمن. ومع مرور الوقت يبدأ هذا الاستنزاف في ترك بصماته العميقة في داخلك، يسرق منك طاقتك النفسية، ثم يطول شغفك، ثم يبدأ في النيل من ثقتك في نفسك وفي الآخرين، حتى تأتي اللحظة التي تجد فيها نفسك أمام الفرصة التي طالما انتظرتها، ولكنك أصبحت منهكا. عندما يجيء المكان الصحيح بعد فوات الأوان، يأتيك الشخص الذي طالما تمنيت أن تقابله. تجد الوظيفة اللي حلمت بها طويلا، تأتيك الفرصة اللي كنت تحارب لأجلها منذ سنوات. ولكن المفارقة القاسية أنك أصبحت خائفا من البدء من جديد، فقدت شغفك بالمحاولة، أصبحت تخشى أن تبذل مجددا، فتعيد السيناريو القديم، فتستنزف مرة أخرى. نظريا الفرصة موجودة أمامك، لكنها تأتيك في الوقت الخطأ من عمرك النفسي. وهنا يبدأ صراع جديد داخل النفس. هل أحاول من جديد؟ هل أعطي فرصة لنفسي وللظروف؟ أم أحتمي في قوقعتي التي صنعتها لحماية ما تبقى مني؟ الإنسان بطبعه كائن يتعلم من الألم أكثر مما يتعلم من الفرح. لذلك مع كل تجربة استنزاف نصنع داخلنا آليات دفاعية حتى لا نتعرض للألم مجددا. نصبح أكثر حذرا، أقل ثقة، أقل اندفاعا في العطاء. لكن أحيانا هذه الآليات تتحول إلى سجن كبير يمنعنا من الاستمتاع بالحياة عندما تأتينا الفرصة الحقيقية. فنحن نرفض الحب الصادق لأن جرحنا سابقا من حب مزيف. نخشى الفرص الجديدة لأن سقطنا سابقا في أوهام فرص كاذبة. نتردد في بدء علاقات جديدة لأن العلاقات القديمة استنزفت أعصابنا وأعمارنا. وهكذا نظل ندور في دوامة من الحذر والخوف، بينما الفرصة الصحيحة تقف أمامنا تنتظر فقط أن نمنحها الفرصة. السؤال هنا: هل يمكن أن نشفى من هذا الإنهاك؟ هل يمكن أن نستعيد قدرتنا على البدء من جديد؟ الإجابة: نعم، ولكن بشروط ووعي. أولاً، عليك أن تعترف بأن ما مررت به كان استنزافاً حقيقياً وليس مجرد تجربة عابرة. الاعتراف أول خطوات العلاج. ثانياً، عليك أن تمنح نفسك فترة تعافي حقيقية. لا تخجل من أن تعطي نفسك مساحة للراحة، للهدوء، لإعادة ترتيب أفكارك ومشاعرك. ثالثاً، لا تظلم الفرص الجديدة بأخطاء الماضي. كل فرصة تستحق أن تعاملها ببراءة جديدة، مع بعض الحكمة المستخلصة من تجاربك السابقة، دون أن تحملها ذنوب غيرها. رابعاً، تعلم أن تضع حدوداً صحية لعطائك. أن تكون معطاء لا يعني أن تفرط في نفسك. العطاء الناضج هو أن تعطي بحكمة، أن توازن بين ما تقدمه وما تتلقاه، أن تظل محتفظاً بجزء من طاقتك لنفسك دائماً. أحد أسباب الاستنزاف أننا في أحيان كثيرة نحاول أن نصلح كل شيء، وأن نتحمل مسؤولية ما لا نملك تغييره. نحاول إصلاح أشخاص لا يريدون التغيير، نصبر على ظلم لا داعي له،
نتحمل فوق طاقتنا أملا في أن يأتي يوم يتغير فيه كل شيء، لكن الحقيقة أن بعض المعارك لا تستحق أن نخوضها أصلا. تعلم أن تقول لا. تعلم أن تبتعد حين تشعر أن الاستنزاف بدأ. تعلم أن تضع نفسك أولا في بعض الأحيان، ليس أنانية بل حفاظا على ما تبقى منك. حين تتعافى نفسيا ستكتشف أنك ما زلت قادرا على العطاء، لكن بعقل وقلب أكثر نضجا. ستمنح الحب ولكن بحكمة، ستثق ولكن دون سذاجة، ستعطي ولكن دون أن تنسى نفسك. الحياة قد تمنحك فرصا عظيمة في أوقات مختلفة، المهم أن تكون مستعدا نفسيا لها عندما تأتي. لذلك لا تسمح لتجارب الاستنزاف القديمة أن تسرق منك جمال الفرص الحقيقية حين تظهر. تعلم كيف تعود أقوى، أهدأ، أكثر وعيا. فالأماكن الصحيحة والأشخاص الصحاحيون يستحقون منك أفضل ما فيك، ولكن في الوقت الذي تكون فيه قد شفيت من كل ما سبق.